اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. النهارده طبعا اليوم بدأ معانا بدري، يعني ده مش اول حاجه ننزلها لحضراتكم. النهارده بدأنا اليوم النهارده بازاله محلات العصافره. احنا متابعين طبعا متابعه بفضل الله هتفضل مستمره معاكم في خلال الايام القادمه. بدأنا اليوم بمتابعتنا لاعمال الازاله اللي كانت بتتم النهارده بجوار موقع محطه العصافره، وتابعنا اليوم كله من خلال البث المباشر. امبارح طبعا كنت تابعت معاكم برضو ازالات المنظره والعصافره، ولكن ما اسعفناش طبعا الحظ اننا نفتح بث مباشر. النهارده الحمد لله فتحنا بث مباشر من محطه العصافره وبث تاني بعد ما انتقلنا ورحنا محطه المنظره. ايه اللي احنا شايفينه قدامنا يا ياسر؟ هقول لحضرتك على بركة الله البدء في هدم محلات المنظرة. محلات المنظرة من أكتر المحلات اللي كان فيه جدال كبير جدا جدا حواليها. طبعا السوق بتاع المنظرة ده يا جماعة سوق كان دايما بيتم إزالته، وبعدين السوق ده يرجع تاني، يتم إزالته ويرجع تاني، لحد بقى ما شفنا خلاص الضرب بيد من حديد. شركة الشرف بتقوم حاليا بأعمال إزالة النهاردة بفضل الله تابعناها. ولكن هنتكلم دلوقتي عن او تركيزنا عامه هيبقى عن ازالات المنظره، لاننا تابعنا مع بعض امبارح موضوع الازالات ولكن من محطه العصافره. ولو حضرتك بقى اول مره بتشوفنا، قناتنا خاصه بكل جديد بيحصل في اسكندريه، بنتابع ونغطي اخبار اسكندريه يوميا واول باول. وخليني اقول لحضرتك قناتي مش بس مشروعات، لا احنا بنتابع كل جديد مع بعض، بنحاول نغطي اخبار محافظتنا بطريقة تكون سهلة وبسيطة، نقدر نوصل لحضراتكم المعلومة وحضرتك من خلالنا تقدر تكون عارف كل جديد داخل محافظتك. فان شاء الله متابعتنا تفضل مستمره طول ما حضراتكم معانا وبتدعمونا بالاشتراك واللايك. ده مكتب صحه المنظره، وده موجود في المسافه ما بين محطه العصافره ومحطه المنظره اللي احنا شايفينه. دي مجموعه محلات تم هدمها امبارح بالكامل بالصوره اللي حضراتكم شايفينها. فانا حبيت ارجع معاكم شويه، يعني احنا بدانا بمحطه المنظره وبالاعمال اللي كانت شغاله، ولكن حبيت ارجع معاكم بقى من عند مكتب صحه المنظره ونتمشى كده وناخد جولة ونشوف الوضع الحالي. خليني بس اقول لحضراتكم المحلات دي بالفعل تم ازالتها، ومن محطة العصافرة، لا من موقع محطة المنظرة بالتحديد. ادي شغل المترو شغال ورا السور ده، من موقع محطة المنظرة وصولا لحد موقع محطة العصافرة تم طبعا التعامل والسيطرة على الموقف. حاليا في الوقت اللي انا بكلمك فيه مفيش محل فارش. هتقول لي ما في محلات موجودة يا ياسر قدام شارع المعهد الديني. مفيش الا الكام محل اللي موجودين قدام شارع المعهد الديني، وكمان الكام محل اللي قبل شارع المعهد الديني وانت رايح كأنك رايح اتجاه شارع 45. ولما بقى سألت على مصير المحلات دي، كنت بقى سألت من فترة عن مصير المحلات دي، سألت أصحابها قالوا لي إحنا ما عندناش أي أخبار بأعمال الإزالة وما جالناش أي أخبار. طيب إيه الجديد بقى النهاردة؟ حاولت كده أدور وأعرف، عرفت إن الناس دي كمان أخدت مهلة 15 يوم من أجل بقى البدء في هدم المحلات أو إخلاءها، يعني في خلال ال 15 يوم. دي معلومة عرفناها النهاردة، الله أعلم صح ولا لا، ولكن انا كده كده بتابع معاكم، وكده كده كل جديد بنعرفه سوا وبنتابع خطوة بخطوة. والله يا جماعة مشروع مترو اسكندرية ده بالنسبة لنا حلم، ومن بداية المشروع واحنا بنتكلم وبنتابع. فالمشروع ان شاء الله دخل في الخطوات الفعلية وفي يعني بالفعل بنشوف التنفيذ. كل المحلات بقى اللي احنا ماشيين جنبها دي محلات بالفعل تم هدمها زي ما احنا شايفين كده كل المكان. ولكن طبعا الناس بقى بتستغل الموضوع استغلال خاطئ. معنى كلامك ايه؟ معنى كلامي ان كميات كبيرة جدا جدا من الزبالة موجودة واحنا ماشيين كده جنب المسار. رجاء من حضراتكم بالله عليكم بلاش موضوع رمي الزبالة ده، ولا ليه اي لازمة. والله العظيم كل ده غلط عشانكم انتم، كل ده انتوا اللي بترجعوا تتضروا بيه بعد كده. اتحركنا كده بقى ووصلنا لمحطة المنظرة، وجبت بقى لحضراتكم تصوير من الأعلى عشان نشوف المحلات اللي بالفعل الإزالة شغالة فيها، والمحلات اللي طبعا بتعيق تنفيذ المترو. خلاص أي منطقة هنوصل ليها وهنلاقي إن موقع المحطة بتاعها في إعاقة، الإعاقة دي بسبب المحلات، هيتم إزالة المحلات. يبقى احنا كده قضينا بالكامل على المحلات من المنظرة للعصافرة. مفيش غير شوية المحلات اللي موجودين قدام المعهد الديني. طيب محلات فيكتوريا حتى سيدي بشر في أخبار عنها؟ هقول لحضرتك حتى الآن مفيش أي أخبار. أخبار الإزالة مش بتتعرف غير لما
بيتم ابلاغ اصحاب المحلات. يعني الموضوع مش هيكون مفاجئ، عشان في ناس بقى بتقول لك إيه الازاله دي فجاه بتنزل تقول لك يلا فضي انا ههد. لا، مفيش الكلام ده. شركه الشرف تحت طبعا قياده الحاج اشرف، الشركه دي يا جماعه لما بتنزل عشان تهد بتنزل تلاقي المحل فاضي، بتبدا تتعامل مع المحل وبتبدا تهد. الشركه ما لقيتش المحل فاضي وموجود في ناس، بتبلغهم بتقول لهم يا جماعه انتوا عندكم خبر؟ اه احنا عندنا خبر. فبيسيبوا. شايفين يا جماعه السقف اهو بيتم اسقاطه ازاي. طبعا الهدم ده مش اي حد، موضوع الهدم ده بيبقى هدم باحترافيه. طيب في الايام القادمه ايه اللي هنبدا نشوفه؟ هنبدا نشوف بقى رفع طبعا لكل الانقاض اللي موجوده دي. النهارده شفت عربيات كانت بترفع. طيب بعد عمليات الرفع هنمهد الطريق وهنبدا نفضي الطريق بعد بقى ازاله كل اللي احنا شايفينه، مش في الجنب فقط لا غير بتاع المحلات، ولكن الجنب المقابل اللي على يميننا. الجنب ده كمان في ناس فرشه فيه تحت الرصيف، فمؤكد الناس دي كمان هيتم ازالتهم من اجل بقى فتح طريق بديل. والواضح النهارده بقى اننا بدانا نشوف الشارع اللي هو هيبقى الطريق البديل ان شاء الله في الايام القادمه. الوضع في المنطقه هنا منطقه المندره بالتحديد يا جماعه البياعين كتير جدا جدا، وعلى قد ما طبعا الشركه بتقدر بتحاول تتفادى التعامل او الاحتكاك المباشر. وكان في النهارده طبعا تمركز من الشرطه، ولكن كانوا واقفين الشرطه والمحافظه، العربيات كانت واقفه عند كوبري المندره طبعا عشان التعامل مع البياعين. الناس هناك كتير جدا جدا. عايز اقول لكم ان احنا كنا بنصور وبنتعرض لمضايقات، وكنا طبعا على قد ما بنقدر بنحاول ما نحتكش بحد، بنحاول ما نتعاملش مع حد عشان اليوم يعدي على خير. فالحمد لله اليوم عدى على خير. ولازم بقى تفضل حضرتك متابع معانا الاخبار لحظة بلحظة كده. احنا اتحركنا تاني عشان نوريكم بقى الجزئية التانية من محلات المندرة. يعني كده يا ياسر هدم كوبري المندرة قرب. هقول لحضرتك بالفعل لان في ترسية على احد الشركات الخاصة باعمال الهدم، فالكوبري خلاص ترسيته قربت زي ما حضراتكم شايفين بقى واحنا بنصور. جالنا بقى طبعا واحد من اصحاب المحلات ده بتاع محل سمك، وقعد بقى يقول يا جماعه طب احنا ملناش تعويض يا جماعه، طيب ايه الحل دلوقتي؟ طبعا بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان كتير جدا جدا، والنهارده انا خدت بالي لما صورت كمان التصوير العلوي، المحلات معظمها داخل حرم السكه الحديد او داخل موقع القطر. فالناس دي كانت في منتهى العشوائيه. سمعت كمان ان كان في كتير جدا منهم ما بيدفعش ايجارات وحاجات غريبه جدا. فالحمد لله موضوع هدم المحلات او المرحله الاصعب لسه عندنا استكمال للمحلات. كمان في جزئيه باقيه هيتم هدمها. الجزئيه دي موجوده فين؟ موجوده طبعا في المنطقه اللي قبل محطه العصافره. شايفين كده اتجاه كوبري المندره لسه في بعض البياعين فرشين، ولكن خلاص ان شاء الله عاجلا اجلا الناس دي بكره بالكتير بعده هتكون مش موجوده تماما. خليه نحل شغاله قدامنا شركه الشرف. الناس بصوا يا جماعه، الناس بيدخلوا على المكان بتلاقي التعامل سريع جدا جدا، تحسهم مدربين على كده. اللي شغال مع المعد شغال، واللي شغال تكسير يدوي شغال، واللي بيسقط السقف، كل واحد عارف هو بيعمل ايه. دول بقى بعض الباعة اللي موجودين دول طبعا عددهم اصبح بسيط جدا، وفي بقى منهم بينتقل للاتجاه التاني على اليمين. فطبعا مؤكد الناس دي كلها هتتشال، ولكن دول عن طريق الحي مش عن طريق الشركه اللي بتقوم باعمال الازاله. وخليني كمان اقول لحضراتكم ان اثناء عمليات الازاله الطريق كان شغال عادي جدا جدا، مفيش اي مشكله ولا في اي اعاقه للطريق. زي ما احنا شايفين يا جماعه الشركه بتهد وبتاخد الحديد اللي بتهده، وطبعا كل اصحاب المحلات عايزين المحل يتهد هم ياخدوا الحديد، ولكن الحديد خاص بالشركه اللي بتقوم باعمال الهدم. ادي الطريق اهو على يميننا شغال، والتوك توك هنا منتشر انتشار كبير جدا. شايفين السقف بيتم اسقاطه ازاي. اتمنى بقى ما اكونش طولت عليكم، ونتمنى نكون على قدر الحدث. مشروع كبير ويستحق مننا المتابعه. دمتم في حفظ الله وامانه. هتوحشوني من هنا للفيديو اللي جاي، ومستني راي حضراتكم في التعليقات في كل جديد بنقدمه.